الناس، لا لعيبه زي الناس، لا اجانب زي الناس، حتى اللعيبه ما يلعبون بروح. الى متى جماهير النصراويه صابره نقدر نقول؟ السؤال هذا لكم. والله الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. حنا نحب النصر لكن نبغى اللاعبين ذولا يلعبون بروح، يلعبون بروح، يريحوننا شوي. والله اني جاي من الرياض واكثر من واحد، في ناس جاي من الشمال، ناس جاي من الجنوب. الجمهور جاه الضغط، جاه السكر، يبكي دوامات ما عاد نروح، والإدارة مبسوطة وفرحانة على الحال اللي عايش عليه النصر. إلى متى؟ يعني حتى دحين صار حتى القادسية صار هزمنا، حتى القادسية من جدة جاي. نبي حاجة واحدة بس، تغيير الإدارة كاملة عشان النصر يصير أحسن من كذا. في إبراهيم غالب، في خالد الغامدي، في ناس يلعبون بروح، بس تلعب لي محمد عيد، مالك معاذ. ها كيف كلهم طالعين وشوض، كلهم اللي جاي من الرياض واللي جاي، وحنا نرجع من الحال يرده، فكونا خلاص تعبنا. الإدارة هي منتهية، خلصين منها، بس ودنا شيئين. مالك معاذ جايبينه ليش؟ مالك معاذ مو باساسي مع الاهلي، يا اخي حرام والله العظيم. يعني احنا جايين من الحسن 170 كيلو عشان الفريق ننهزم مبارتين ثلاث، نقول لا الفريق بيتحسن، الفريق بيرجع، بس للاسف كل ماله يسوء الحال. النصر حقيقة يعني تفريغ النصر فنيا، الغاء عقد المدرب واستقطاب مدرب يوقع ويعود ثاني مرة، ثم يوقف علي كميخ، اليوم يعيش بدون مدرب، مع احترامي النصر فات وكلاعب، لكن أين مدرب الأولمبي؟ أين مدرب فريق الشباب؟ هناك من يعبث بتاريخ نادي النصر، هناك من يعبث بتاريخ من هو موجود في النصر. أما بالنسبة لي أنا شخصيا كعضو مجلس إدارة نادي النصر السابق وكمحب لهذا الكيان أبو كرم، اسمح لي أقول أنه نصر العالمية، نصر القمة، نصر العطاء، نصر الإبهار هو في ذمة الله. هذا اللي أقدر أن أقوله.